فعليًا ما فيش أسهل من النجاح في العصر ده، يعني على سبيل المثال ده خالد بيصحى الصبح يمسك موبايله على طول ويفضل يسكرول لمدة نُص ساعة على الأقل، خالد كل أمّا يبقى فاضي ويحس بملل يقوم فاتح يسكرول في التيك توك أو في الريلز، وده خلّى تركيز خالد ضعيف جدًا، لدرجة إن فيديو أكتر من دقيقة زي الفيديو ده مش هيقدر يشوف للآخر، لإن مخه اتبرمج بسبب الريلز والفيديوهات القصيرة إنه ياخد اللي هو عايزه في أقل من دقيقة، وده غير برضه إن خالد كل يوم بياكل حلويات ومقليات وأكل بيخلّي مخه أبطأ وأغبى، فخالد جه في آخر اليوم يفتح الscreen time على الموبايل بتاعه واتصدم، لقى إنه بيستخدم تليفونه أكتر من 8 ساعات كل يوم، وده غير إنه بينام 8 ساعات، فمعنى كده إن أكتر من نُص يومه عبارة عن scroll في التيك توك أو الإنستا أو chat مع اللي بيسميهم صحابه. شايف كارثة ومصيبة خالد دي؟ ده حياة أغلب الناس دلوقتي، وعلى قد ما دي مصيبة فممكن تبقى كنز ليك أنت، ولو عايز تخلّيه كنز ليك أنت فعلًا لازم تعمل ال3 حاجات اللي هاقولهم لك عليهم، واللي هم مش هيبقوا محتاجين مجهود كبير، ولو عملتهم هتتفوق على 80% من الناس اللي حواليك. أول حاجة لو شغلك ما لوش علاقة بالسوشيال ميديا فتجنب أي برنامج سوشيال ميديا، خصوصًا اللي فيهم scrolling زي التيك توك والإنستا. لمّا تعمل كده أيوه يومك هيبقى ممل شوية، بس دي علامة كويسة إن مخك بدأ يعمل reset ويرجّع مستويات الدوبامين اللي عندك لمستوياتها الطبيعية، ولو ما تعرفش يعني فهرمون الدوبامين ده هو ده المسؤول عن التحفيز والانبساط. فلمّا تعدّي الفترة بتاعة الأعراض الانسحابية اللي هو أنت زهقان جدًا ونفسك تمسك الموبايل وتسكرول في أي برنامج، حرفيًا ممكن تسكرول في أي حاجة الجاليري أو أي حاجة، دي الأعراض الانسحابية، فأنت لو عديت منها فوقتها هتلاقي الحاجات اللي الناس بيعتبروها مملة زي القراية أو الرياضة والمشي وكده، هتلاقيها دي بقت حاجة ممتعة جدًا وتحب تعملها وتكون زي المكافأة ليك كمان، مش اللي هو حاجة متعبة بالنسبة لك، وغير كده هتلاقي في وقت كتير في يومك بقى فاضي وتقدر تعمل فيه مليون حاجة تانية أحسن من الscrolling حتى لو هتنام يا جدع، المهم إنك أنت ما تسكرولش على الإنستا ولا تيك توك خالص، وغير كده مع الوقت هتلاقي تركيزك بقى أطول وأحسن، ففعلًا أنت لمّا تبعد عن السوشيال ميديا فأنت يعتبر خلاص تفوقت على أغلب اللي حواليك، اللي هم أصلًا حياتهم كلها متعلقة بالسوشيال ميديا وأغلب وقتهم على السوشيال ميديا، وتاني حاجة لازم تعملها هي إنك أنت تعمل انتصارات بسيطة كل يوم، لازم كل يوم تخرج برّه دايرة الراحة وتعمل حاجة أنت مش عايزها، سواء بقى تنزل تتمرن في وقت أنت مش عايز تتمرن فيه أو حاسس إنك أنت مرهق وتعبان، أو إنك أنت تشتغل على حاجة أنت بتحاول تتجنب الشغل فيها وبتماطل فيها ويعني حاجة أنت مش عايز تعملها خالص، زي ما أنا باعمل الفيديو ده كده دلوقتي، يعني أنا قبل ما أشغّل التسجيل أنا ما كنتش طايق إن أنا أقعد وأسجّل وحاسس إن أنا مرهق وتعبان ومكسل والكلام ده كله، بس قعدت وشغّلت التسجيل وأديني أهو باصوّر، فده يعتبر بالنسبة لي أنا انتصار صغير حققته النهارده، فأنت كمان لازم تعمل برضه انتصارات صغيرة كل يوم عشان تحافظ على نفْسك من إنك أنت تبقى مريّح بزيادة، لإن الإنسان دايمًا يا إما طالع يا إما نازل، فأنت لو مش بتعمل أي انتصار صغير على نفْسك كل يوم، فأنت هتبقى دايمًا في النازل ومستحيل تبقى في الطالع، عشان كده لازم تعمل انتصار صغير كل يوم، وملحوظة بس على الحتّة دي، شغلك اللي بتروحه كل يوم ما يعتبرش انتصار، الانتصار هو إنك أنت بتعمل حاجة بإرادتك في وقت أنت فاضي فيه مثلًا، وبتقوم وتقرر إنك أنت ما تريّحش وتروح تعمل الحاجة دي، وده طبعًا عشان تحسّن من نفْسك كل يوم. وتالت حاجة والأخيرة هم مين اللي حواليك، مين اللي بتقعد معاهم. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، والتفاعلات الاجتماعية بتأثّر فيه بشكل كبير جدًا وهي أساس حياته أصلًا، فأنت مهما كنت شخص جامد وفاكر إن رأي الناس مش هيأثّر فيك، فغصب عنك اللي حواليك هيأثّروا فيك برضه، مهما كنت واعي بتأثيرهم هتتأثّر برضه، لإن نوعية الناس اللي حواليك هي دي اللي هتحدد التأثير اللي هيأثّروه عليك هيكون إيجابي والّا سلبي، يعني لو ناس بعيدة عن ربنا وأقصى طموحاتهم إن هم يتخرجوا من الكلية عشان يشتغلوا وظيفة تقليدية جدًا، فأنا باقول لك لو أنت عايز توصل لحاجة كبيرة بلاش تقعد مع دول كتير، دَوّر على حد طموحه كبير، واحد هيقرّبك من ربنا، واحد هيخلّيك تشتغل، واحد هيخلّيك تتحسّن، واحد هيخلّيك تدوس على نَفْسك كل يوم عشان تبقى أحسن، دول الناس اللي أنت محتاجهم عشان توصل لحاجة كبيرة. وملحوظة برضه تانية إن الناس اللي طموحاتهم بسيطة جدًا أو الناس اللي هم على قدّهم مش شرط يكونوا ناس وحشين خالص، بس الفكرة أنت لو عايز توصل لحاجة كبيرة جدًا ما ينفعش تقعد مع الناس دي كتير، لازم تلاقي ناس شبهك، ناس على نَفْس الطريق اللي أنت عايز توصل له، ناس رايحين في نَفْس الرحلة، رايحين في نَفْس الاتجاه، ناحية بقى التطوّر أو زيادة العلم أو المال أو أيًا كان اللي أنت بتسعى ليه يعني. طَب كده أنت لو تجنّبت السوشيال ميديا وعملت انتصارات بسيطة كل يوم واخترت دايرتك صح، فاحب أقول لك إنك كده تفوّقت على أكتر من 80% من الناس، وبكده أنت بقيت من ال20% من الناس اللي هم متفوقين على الأغلبية. لو عايز بقى تبقى من ال1% اللي بيوصلوا لنجاحات عظيمة جدًا، فشوف الفيديو ده لو نزل اللي هاكلمك فيه عن الموضوع ده، وغالبًا هيكون أكتر من فيديو يعني. أمّا بقى لو عايز تعرف حلول للمشاكل النفسية اللي بتواجه أغلب الناس وغالبًا بتواجهك أنت كمان، فشوف الفيديو ده واشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد فتشوفه وتستفاد منه.